احلم ده الحلم يوم برد حلم حياة، احلم ده الحلم طوق نجاة، احلم ده الحلم يوم برد حلم حياة، احلم ده الحلم طوق نجاة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حلم حياه. طبعا كلنا عارفين ان الميك اب سر من اسرار جمال المراه، لكن ازاي نظهر الجمال ده؟ في ميك اب بيظهر الجمال وفي ميك اب للاسف بيكون العكس، يعني ممكن تبقى المراه جميله جدا بس الميك اب بيبقى العكس. فعشان كده في حلقه النهارده هنتكلم عن فن الميك اب، وهنعرف ازاي المراه تختار الميك اب المناسب ليها، وهل نوع البشره بيفرق في الميك اب ولا لا. طيب احيانا بنسمع ان ممكن الست تبقى عينيها ضيقه بس الميك اب بيوسع العين. طب هما ازاي بيوسعوا العين؟ طب ايه هي ادوات الميك اب؟ يعني ايه الادوات اللي لازم تبقى متوفره في الميك اب اللي هي مفيش غنى عنها؟ طيب الفاونديشن ازاي بيداروا العيوب بالفاونديشن؟ كل ده هنتكلم فيه في حلقه النهارده مع ضيفتي اللي مشرفه منوره برنامج حلم حياه، الميك اب ارتست المتميزه نرمين جمال حجازي. اهلا وسهلا بحضرتك يا اهلا فندم. وسهلا بك يا استاذ احمد. شرفت ونورت برنامج حلم حياه. شرف ليا. ربنا يحفظك. في البدايه عايز اعرف من حضرتك ازاي دخلتي عالم الميك اب ومين شجعك على ده؟ انا من صغري وده موهبه بالنسبه لي، انا بحب اصلا الميك اب. تمام. وبعد كده جيت خدت كورس ميك اب واشتغلت فيه وعليت بقى بيه. تمام، يعني نقدر نقول ان حضرتك من البدايه خالص من صغرك انت بتحبي الميك اب، بتحبي فن كده الميك اب، لان بتعتبري ان الميك اب من الفنون اللي هي المهمه، وشايفه ان الميك اب من سر من اسرار جمال المراه، فعلشان كده انت بتحبيه من صغرك وحبيتي انك تمارسي ده. تمام. ما اكتفيتيش بالموهبه فقط، مارستي كمان ده او اثقلتي ده بالدراسه. بالظبط كده. تمام. مين شجعك على ده؟ هو انا خدت موهبه، يعني انا كنفسي انا اللي حبيت الموضوع ده. والدي ووالدتي شجعوني بيه اللي انا اكمل. تمام. وجيت بعد كده فتحت محل واشتغلت وخدت كورسات واشتغلت بقى في موضوع الميك اب. تمام. خدتي خطوه انك انت تفتحي كوافير او محل بعد قد ايه؟ بعد جوازي. تمام. ما اتجوزت. يعني نقدر نقول فتحتيه بعد قد ايه من ممارسه الموهبه دي؟ بعد مثلا 5 سنين 10 سنين بعد لا قد ايه؟ بعديها بسنتين. تمام. بعد جوازي بسنتين. تمام. طيب يعني نقدر نقول ان التشجيع جه من الاهل. بالظبط. البدايه الاهل هم اللي ايه اللي شجعوني. تمام. البشرات بتختلف، في بشره دهنيه، في بشره جافه، مختلطه، بشره مختلطه، بشره عاديه. تمام. البشرات كتيره جدا، انواع بالزبط. البشره كتير. عايز اعرف ازاي بتختاري الميك اب المناسب على حسب نوع البشره؟ هل الميك اب بيختلف حسب نوع البشره ولا مش شرط؟ لا بيختلف طبعا، لان كل بشره وليها ميك اب. مش يعني الميك اب مش بيمشي على البشرات كلها. البشره المختلطه ليها ميك اب والبشره الدهنيه ليها ميك اب، كل بشره وليها ميك اب يختص بيها. تمام. يعني على سبيل المثال ادينا امثله كده، ايه البشره المعينه اللي انت ما بتحطيش فيها ميك اب معين؟ البشره اللي هي العاديه ديت، يعني البشره اللي هي العاديه ديت اللي بتحتاج اي ميك اب، لكن البشره الدهنيه بتحتاج ميك اب للبشره الدهنيه، والبشره المختلطه برضو بتحتاج ميك اب ليها، لان انا لو حطيت حاجه غير كده فطبعا الميك اب بيأكسد معاها. تمام. مش بيطلع اللي هو المظبوط بالظبط يعني. تمام. يعني احنا نقدر نقول ان لو حد حط ميك اب ثابت لكل الناس، تمام. ففي الوقت ده الميك اب هيبوظ. فانت حضرتك علشان تعملي ميك اب، او اي واحده عايزه تعمل ميك اب في بيتها، لازم تعرف الاول نوع البشره بتاعتها بالظبط كده. تمام. ولازم الميك اب عشان يبقى ثابت معاها طول الوقت لازم ترطب كويس وتغسل وشها بغسول كويس عشان الميك اب برضه يفضل ثابت معاها وقت اكتر. تمام. بنشوف واحده ممكن تبقى عينها ضيقه جدا. تمام. بعض الميك اب عينها بتحلو وبتبقى واسعه وبتبقى زي الفل. فعايز اعرف من حضرتك سر توسيع العين بالميك اب، ايه اللي بتعملوه علشان خاطر العين تبقى واسعه بالميك اب؟ احنا اولا العين يعني مثلا عشان احنا نوسع العين طبعا بنرسمها بالميك اب. طبعا في ناس بتحب الكحل وناس بتحب الايلاينر والرموش، طبعا ساعات بنطولها عشان توسع معاها العين. تمام. يعني بتوسعوا العين بالكحل
تمام. والايلاينر تمام. وايه تاني قلتي؟ ايلاينر وايه تاني؟ الرموش طبعا بنجيبها مثلا صغيره من قدام وطويله من ورا، اللي هي بتوسع العين، بتديها لوك كويس. تمام. وهل شايفه ان ده فعلا بيوسع العين وبيخليها ظاهره ان هي واسعه ولا لا؟ لا ايوه طبعا بتوسع، عشان خاطر الحاجه يعني لما بتكون عينها ضيقه فاحنا بنوسعها بالميك اب، بيجي معاها لوك، يعني العين مرسومه زي العين الخليجيه كده بالظبط. تمام. حتى لو العين ضيقه؟ بالظبط كده. طيب احنا بنوسعها بالميك اب. طيب العين لما بتوسعيها بالميك اب تمام. لمجرد ان الواحده غسلت وشها عينها رجعت طبيعيه تاني، ولا بيبقى في حاجات بتثبت ده لفتره معينه؟ في حاجات بتثبت دوت، لان احنا بنجيب الميك اب بتاعنا الماتيريال بتاعته اوريجينال، اللي هو بيفضل معاها وقت اطول. تمام. وانا الميك اب بتاعي انا لما بعمله العروسه بحط ميه على وشها بتنشف بالمنديل، مفيش حاجه بتطلع خالص غير بعد وقت اطول. تمام. يعني نقدر نقول ان الميك اب بيبقى ثابت حتى بعد غسيل الوش. بالظبط كده. تمام. الفاونديشن، تمام. بنسمع ان ممكن الست يبقى البشره بتاعتها فيها عيوب كتير جدا، بالظبط. والعيوب دي بتتدارى بالفاونديشن، فعايز تمام. اعرف ايه العيوب اللي هي الفاونديشن بيداريها، وبيداريها ازاي؟ اولا هو الفاونديشن مش بيداري عيوب، احنا لازم بنحط حاجه قبل الفاونديشن عشان العيوب تتدارى. زي الكونسيلر، زي الكوركتور، طبعا ده بنداري بيه مثلا زي الهالات السوداء، لو في مثلا مسام واسعه في وشها، في حفور في وشها، زي وحمه، زي جرح، كل دوت فبنداري بالحاجات دي، وبعدين كده بقى بنحط الفاونديشن اخر حاجه. تمام. يعني الفاونديشن مش هو لوحده اللي بيداري العيوب؟ لا مش لازم بيداري يبقى في حاجات مساعده تانية. في حاجات قبليه كتير طبعا. تمام. طب الفاونديشن درجات ولا هي درجه واحده؟ لا هو درجات حسب نوع البشره، يعني مثلا لو بشره مثلا مثلا غامقه، بشره فاتحه، فطبعا احنا مش بنحط الميك اب لون البشره بالظبط. تمام. يعني لو واحده فاتحه قوي بنحط الميك اب قليل درجه عشان ما يفتحهاش اكتر ما هي فاتحه. تمام. كنت سمعت ان في فاونديشن بيبقى يعني لكل البشرات، يعني كل انواع البشره الفاونديشن ده بينفع معاه. هل في فاونديشن بينفع لكل انواع البشره، ولا شايفه ان ده مش كويس؟ هيأكسد معاها، يعني لو فاونديشن واحد بينفع لجميع انواع البشرات هيأكسد معاهم، لان مش كل البشرات نوع واحد. تمام. في حد يقول لك اصلا الفاونديشن بتاعي اوريجينال وكويس جدا فهينفع، انت تمام. بتقولي المعلومه ديت خاطئه. تمام. طيب بخصوص البشره الغامقه والبشره الفاتحه، عايز اعرف ازاي الواحده ممكن تبقى سمرة جدا، تمام، تدخل الميك اب تخرج تبقى بيضة ازاي ده بيتم؟ يعني لما بتدخل غامقه وبتطلع بيضه، الميك اب احنا بنحطه لها تمام، بنديها لوك ابيض من اللوك بتاعها، يعني بنخليها طالعه لوك افتح. وطبعا الميك اب بيبقى يعني اكيد بيبقى كويس ما دام هي غامقه، فالميك اب بيحليها اكتر يعني. تمام. المقصد هنا مش ممكن الواحده اللي هي بشرتها غامقه وانتوا بتحطوا لها ميك اب علشان تبقى بشرتها فاتحه، تمام، في الوقت ده الميك اب يبقى مش لايق عليها؟ مش بنحط لها اوفر قوي، ما احنا مش بنخلي مثلا العروسه مش بنخليها اوفر زياده، او يعني بنديها اللوك اللي هو قريب منها. تمام. طيب كريم الاساس، تمام. في ناس بيقولوا لك ان كريم الاساس بيعمل نفس عمل الفاونديشن، فعايز اعرف من حضرتك الفرق بين الفاونديشن وبين كريم الاساس. هو عامه ما فيش فرق كتير ما بينهم الاثنين تمام، بس الفاونديشن بيدي لوك اعلى عن الكريم الاساس. تمام. يعني الفاونديشن بيدي درجه اعلى عن كريم الاساس بالظبط. لكن لو حد مش عايز كريم الاساس يعمل فاونديشن، حد مش عايز فاونديشن يعمل كريم الاساس وهيديه نفس الدرجه. بالظبط كده. بس حضرتك بتقولي ان الفاونديشن بيدي درجه اعلى، في تمام. بعض الناس حسب بيقول لك المناسبه لا الفاونديشن بيدي لمعان، تمام، بيخلي الوش يعني في لمعان زايد وبيبقى شكله اوفر وما بيحبوش ده. تمام. هل اللمعان ده بيكون بسبب ان الميك اب محطوط غلط، ولا بسبب ان الفاونديشن مش مظبوط؟ مش درجته، مش درجه اللي هي حطاه، يعني مثلا بشرتها ده مش درجتها، فعلشان كده بيديها لوك مش اللي هي عايزاه، بيديها افتح ما هي عايزه، او لو هي مثلا بيضه فبيديها اغمق، بيديهاش اللوك اللي هي عايزاه، فعشان كده هي لازم البشره لازم بتحتاج مثلا الفاونديشن الدرجه بتاعتها. تمام. يعني على حسب الدرجه. تمام. طيب احنا معانا دلوقتي صوره المحل بتاع حضرتك، عايزك تكلمينا شويه عن المحل ده. يعني انت قلتي بداتيه من سنتين، عايزك بقى تقولي لي الاقبال شايفاه مرضي بالنسبه لك ولا ايه الدنيا؟ تمام. حضرتك انا بادئه بقالي فتره طويله من ساعه ما اتجوزت، بدات عندي في البدايه في الشقه عندي، فطبعا عشان انا كنت موظفه
فقلت هبتديها في الشقه كده عندي لحد مثلا ما اربي زبون وبعدين كده افتح محل. جيت قعدت بتاع 4 سنين. تمام. قعدت بتاع 4 سنين عندي في الشقه. لما بقى يجي لي عرايس دخله طبعا مش هيبقى مليق خالص اللي انا هخرجهم من مكان زي كده. جيت فتحت محل والدنيا بقت كويسه معايا، يعني الدنيا ماشيه معايا الحمد لله في المحل. تمام. انت كلامك على فكره في امل لاي واحده عندها يعني موهبه في الميك اب، ان بالظبط. هي ممكن تبدا باقل الامكانيات، يعني مش محتاجه امكانيات عاليه ولا حاجه، ممكن تبدا وهي في بيتها. تمام. يعني انت شايفه ان لما انت كنت بادئه وانت في بيتك كنت شايفه ان في اقبال، ولا لا لما فتحتي اكيد طبعا. المحل الموضوع اختلف؟ انا لما فتحت محل ما انا فتحته بالنيابه ان هو يعني انا عندي في الشقه كان الموضوع كان معايا كويس. فلما لقيت يعني مثلا لما عروسه بتخرج من عندي كويسه بتقولي لغيرها وصاحبتها بتقولي لصاحبتها، فالدنيا بقت توسع معايا ما شاء الله، بقت الدنيا كويسه معايا. ده اللي خلاني فتحت محل لما عرايس الدخله بقت تيجي عندي. تمام. طيب قبل الميك اب، يعني دلوقتي في واحده عايزه تعمل ميك اب لنفسها، تمام. او حضراتكم بتعملوا الميك اب، لازم في خطوات تنظيف للبشره قبل الميك اب ولا لا؟ ايوه طبعا. تمام. عايز اعرف من حضرتك ايه هي خطوات تنظيف البشره قبل الميك اب؟ تنظيف البشره بتغسل وشها بغسول كويس. تمام. بتعمل وشها ببخار، البخار بيفتح المسام، تحط ماسكات ترطب البشره بتاعتها. بعدين كده طبعا لما تيجي تحط ميك اب لازم تحط كريم مرطب وبعدين برايمر، دوت اصلا بيثبت معاها الميك اب لفتره اطول. ده اللي بيثبت يعني بيخلي الميك اب معاه كويس جدا. تمام. يعني دي خطوات تنظيف البشره قبل الميك اب. بالظبط. طيب لو حد عمل ميك اب على طول بدون ما ينظف البشره، ايه اللي ممكن يحصل؟ مش هيبقى كويس معاه، يعني الميك اب اصلا يعني هيحصل تشققات في البشره ومش هيبقى كويس، وبعدين بيهلك البشره. الميك اب اللي هو على طول ده يعني بيهلك البشره. الفاونديشن يعني لو واحده عايزه تحطه بتحطه مره او مرتين في الاسبوع بالكتير قوي. تمام. يعني احنا نقدر نقول من اسباب تقشير الميك اب ومن اسباب تشققات الميك اب عدم تنظيف البشره قبل الميك اب. بالظبط طيب كده. في اسباب تانية؟ لا هو لازم تنظف بشرتها كويس عشان الميك اب يبقى كويس معاها. تمام. يعني مفيش اسباب تانية ممكن نقول مثلا ان من اسباب تشقق الميك اب او من اسباب تقشير الميك اب مثلا جوده الميك اب نفسه؟ يعني ممكن حد يجيب ميك اب اللي هو مش ماركه ولا حاجه، وميك اب زي ما بيقولوا كده رديء، شايفه ان ده سبب من اسباب تقشير البشره؟ لا طبعا. يعني بدام الوش البشره مترطبه كويس وعامله مثلا تنظيف بشره كويس، الميك اب بيبقى كويس معايا لان هي مش بتحط على طول. بتحط مثلا لو في يعني مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، طبعا بتبقى البشره معاها بتبقى كويسه. تمام. يعني حتى الميك اب الرديء لو الواحده نظفت بشرتها كويسه، هل الميك اب في الوقت ده بيبقى مظبوط حتى لو الخامه مش مظبوطه؟ مش بينفع لكل المناسبات. يعني مثلا هي لو رايحه جامعه، رايحه مشوار، او بتحط الميك اب اللي هو قليل في السعر والماتيريال بتاعته مش اللي هي عاليه زي ما احنا بنحط مثلا لعروسه او مناسبه مثلا فرح او الكلام ده. تمام. طب ايه هي ادوات الميك اب الاساسيه؟ يعني لو واحده عايزه يبقى عندها ميك اب في بيتها وعايزه تعمل ميك اب لنفسها باقل تكلفه، ايه ادوات الميك اب الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده عندها؟ بتبتديها مثلا مش بفاونديشن، لا بتبتديها مثلا بكريم اساس، مثلا زي المسكره بديله الرموش، مثلا لو مش بتعرف تحط الروج لا بتحط بلاس، بس والبراشر والكونتور والحاجات دي، حاجات اللي هي قليله بتبتدي بيها. تمام. يعني تحاول ان هي تقلل في التكلفه على قد ما تقدر. بالظبط كده. تمام. وفي حاجات برضو قليله في السعر، مش اللي هي تفتح مكان اللي هو يدي مثلا لوكات عرايس، حاجه مثلا على قدها اللي هي تعمل في بيتها. تمام. طب اللي عايزه تعمل ميك اب في بيتها تمام. اكيد مش هتعمل ميك اب احترافي لعدم الخبره. بالظبط طيب كده. انت دلوقتي لو واحده هتعمل ميك اب في بيتها، تمام، ممكن تنصحيها تقولي لها ايه؟ يعني مثلا الترتيب تحط ايه قبل ايه علشان يطلع ميك اب كويس، وايه تخليه في الاخر مثلا؟ تمام. اول حاجه بتنظف بشرتها بالغسول، بعدين كده بترطب بشرتها بالمرطب، مرطب استيفز كويس جدا لترطيب البشره. بعدين كده بتحط برايمر، ده برضو بيثبت برضو المرطب وبيخلي معاها الدنيا كويسه. بعدين كده بتحط فاونديشن، بتحط مثلا براشر، مثلا ممكن تحط مسكرة او ممكن تركب رموش، وبعدين كده رسم العين. تمام. يعني الخطوات ديت هتطلع ميك اب احترافي. بالظبط كده. انما لو حطت حاجه عكس حاجه ففي الوقت ده الميك اب هيبقى بايظ. بالظبط كده. طيب بنسمع عن حاجه اسمها ميك اب كامل وعن حاجه اسمها نو ميك اب. نو ميك اب. ايه الفرق بين الميك اب الكامل والنو ميك اب وايه افضلهم؟ تمام. الميك اب الكامل طبعا بيبقى مثلا لوك كامل،
زي فونديشن، زي مثلا ماسكارا، زي روج، رسمه العين. ده الميك اب الكامل. النو ميك اب طبعا مثلا مش بنأفور قوي، عشان ده مش بتحب ميك اب كتير عامه. مثلا بدل ما بنحط روج لا بنحط بلاس. مثلا بدل ما بتركب رموش لا بنحط مثلا بنعمل بالمسكره، بنرفع لها برضو الرمش بالمسكره، فمش بتحب الميك اب قوي يعني. تمام. طيب النو ميك اب برغم ان استخداماته اقل او الحاجات اللي فيه اقل، ليه بيبقى اغلى؟ يعني بنسمع ان هو اغلى، هل هو اغلى حقيقي ولا لا؟ لا هو غالي. الماتيريال العاليه طبعا بتبقى ديت للوكات العراس اللي هي الدخله، للي مثلا لو حد عامل مثلا فرح كبير وعايزه لوك مثلا زيه زي الدخله بالظبط، فده ماتيريال لوحده. في ناس مثلا في عرايس بتجيلي مثلا عامله الشبكه بتاعتها في البيت عندها حاجه على الضيق كده بينها وبين صحابها، فدي بنحط لها مثلا الحاجه مش اللي هي العالي قوي يعني، الحاجه اللي هي تناسبها على قد سعرها. تمام. يعني احنا نقدر نقول ان النو ميك اب افضل من الميك اب الكامل بالظبط بسبب ان كده. الماتيريال بتاعته عاليه، بس مش اي حد يعمله. اللي بالظبط يعمله كده. ان تكون عروسه مثلا، او حد عايز يعمل حاجه معينه لسهره، حد عايز يعمل بالظبط. حاجه حابب هو يعملها. حسب المناسبه بالظبط. تمام. بخصوص العرايس، حضرتك اتكلمتي على العرايس كتير، فعايز اعرف انت دلوقتي جاي لك عروسه، تمام. ازاي بتختاري لوك العروسه المناسب ليها؟ طبعا دي بتبقى ليله في العمر، فما تمام. ينفعش الميك اب يبقى رديء او يبقى مش حلو علشان هيبوظ الشكل. بالظبط. فازاي بقى بتختاري لوك العروسه بحيث ان شكلها يبقى افضل شكل؟ تمام. هو اولا احنا بنسالها الاول، بنشوف هي في دماغها لوك هي عايزه تعمله معين ولا حاجه على ذوقنا. في معظم العرايس تقول لي انا عايزه على ذوقك، لان هي بتتفرج مثلا على الصور بتاعتي، صور العرايس اللي بتبقى طالعه من عندي، فبتعجبها مثلا اللوكات بتاعت العرايس، فبتقول لي انا عايزه حاجه على ذوقك. في ناس بتحب تطلع بطبيعتها، مش بتحب تطلع اوفر، بالرغم ان هي دخله يعني ليله في العمر. في ناس بتحب تطلع بطبيعتها، وناس بتحب تطلع مثلا ميك اب كامل يعني. تمام. يعني نقدر نقول ان في عروسه بتجيلك هي مختاره اللوك اللي هي عايزاه، فانت بالظبط. بتعملي لها اللوك ده. طب بالظبط. لو شايفه ان اللوك ده مش مناسب معاها، مش بتعمله مناسب، لها برضه؟ لا بعدل فيه حاجات. يعني بعمل اللي هي عايزاه في نفس الوقت، بس مثلا لو هي عايزه رسمه العين مثلا بالظبط زي ما عينها مثلا لو ضيقه وعايزه رسمه العين بالظبط، فانا مثلا ممكن اوسعها لها شويه واقول لها كده احسن، فهي لما بتبص في المرايه وبتشوف كده احسن فبتقول كده خلاص، فبقنعها ان ده كويس تقتنع. تمام. نقطة حلوة اللي حضرتك قلتيها، التعاون بينك وبين العميل. يعني انت مش اللي هو بتعملي للعميل الميك اب وتقولي له كده خلاص، لا ده انت لا. بتجربي مع العروسة بالظبط. بحيث ان هي تقتنع وتوصل لافضل شكل. بالظبط كده. تمام. طب لو العروسة قالت لك انا عايزة حاجة على ذوقك، تمام. بتختاري على ذوقك بناء على ايه؟ مثلا لون البشرة، بتختاري مثلا على حسب حجم الوش، ولا بتختاري ازاي؟ ما حضرتك بعرف البشرة بتاعتها الأول نوعها ايه. مش كل البشرة مثلا اللي هي تختار لوك معين. مثلا هي ممكن تقول انا عايزه، تجيب لي صوره وتقول انا عايزه اللوك ده، فبقول لها مثلا اللوك ده مش هيمشي معاكي، لان انت مثلا عينك واسعه وانت عايزه تبقي تختاري لوك تاني، فبعمل لها اللوك اللي في مزاجي فبيعجبها. تمام. قلت لي في بداية الكلام ان انت بتثبتي الميك اب بحيث ان لو الوش اتغسل الميك اب يبقى ثابت وما يبقى يبقاش كويس. فيه اي مشكله. تمام. طيب عايز اعرف ازاي الواحده يعني تثبت الميك اب. واحده هتمشي في الشمس خايفه تمام. الميك اب يسيح، ازاي تثبته؟ بتثبته طبعا بالكريم المرطب، ما انا قلت لحضرتك كريم تمام. مرطب في الاول في قبل الميك اب خالص، وبتحط بقى برايمر عليه، ده زياده تاكيد اللي هو بيثبت معاه الميك اب افضل. تمام. يعني احنا نقدر نقول تثبيت الميك اب اللي هو الكريم المرطب ترطب فقط. كويس، وتبقى مثلا منضفه بشرتها كويس، تغسل وشها برضو بغسول كويس، ده بيخلي الميك اب معاه كويس جدا يعني. تمام. طيب اكيد الميك اب ليه اضرار، فعايز تمام. اعرف ايه هي اضرار الميك اب، وامتى الميك اب يبقى مضر للبشره؟ يعني دلوقتي مثلا في واحده بتعمل ميك اب على طول، تمام. يعني كل يوم تحط فاونديشن فاونديشن تمام. فاونديشن، شايفه ان ده مضر للبشره ولا لا؟ اكيد طبعا، ما انا قلت لحضرتك الميك اب اللي هو الفاونديشن بيتحط مره او مرتين في الاسبوع، ده بتحس حتى لما بتيجي تعمل ميك اب بتحس ان هي حاجه ظهرت عليها جديده، لكن طبعا كل يوم لما بتحطي ميك اب مش هتبقى فيه حاجه جديده، كل يوم بيبقى اليوم زي اللي قبله بالظبط، تمام. فمش هيبقى فيه حاجه جديده يعني بالنسبه لها. نقدر نقول ان الواحده علشان خاطر تحافظ على بشرتها ما تحطش ميك اب كل يوم، مش دايما. او ما تحطش فاونديشن تحديدا كل يوم. بالظبط. طيب البشره هتتاثر ازاي؟ مثلا هيجي لها حبوب، هيجي لها حساسيه، هيجي لها ايه بالظبط لو الواحده حطت ميك اب كل يوم؟
تمام. في ميك اب بيبقى الماتيريال بتاعته عاليه، ديت لو حطت الميك اب كل يوم بس مش بتحط اوفر، يعني بدل ما بتحط كميه ممكن تحط حاجه تفتح البشره بتاعتها وفي نفس الوقت ما تهلكش بشرتها برضو قوي. مش اي ميك اب اللي هو يتحط على البشره، لو هي مثلا بتحب الميك اب وبتحط كل يوم الميك اب مش اي ماتيريال اللي هي تحطه على وشها. تمام. يعني انت بتنصحي اي بنت عايزه تحط ميك اب كل يوم تجيب ماتيريال اللي هو عالي لو هي علشان ما بتحب يرهقش الميك اب البشره. بالظبط، هي لو بتحب الميك اب وبتحب تحطه كل يوم بتجيب ماتيريال عالي اللي هو ما يهلكش بشرتها، مثلا ما يطلعلهاش حبوب، ما يطلعلهاش تصبغات، حاجات زي كده. تمام. طيب الهالات السوداء اللي في الوش، تمام. ازاي بتداروا الهالات السوداء؟ بالكونسيلر. كونسيلر. بتعملوا ايه بقى بالكونسيلر عشان الهالات السوداء اللي بتبقى تحت العين ديت تداروها؟ الهالات السوداء اولا احنا بنعمل تنظيف بشره، يعني احنا في تنظيف البشره بيداري الهالات السوداء مع الميك اب، وفي كونسيلر بنحطه لون برضو درجه البشره، لان الكونسيلر انواع برضو درجات، وبنداري برضو بالكولكتر لون برتقاني دوت اكتر، يعني افضل نوع للهالات السوداء قبل الميك اب، وبعدين كده بنحط الفونديشن بنغطي بيه بعد الكونتور. تمام. طيب دلوقتي بنسمع على حاجه اسمها الكونتور. تمام. ايه الكونتور ده؟ الكونتور دوت احنا يعني مثلا لو جات لي عروسه وشها مثلا عايزه تبرز الخدود، عايزه تصغر القوره، عايزه تصغر المناخير، عايزه مثلا تخلي بشرتها مدوره بدل مطوله مدوره، احنا بنحددها بالكونتور. تمام. يعني نقدر نقول ان الكونتور في الميك اب هو لتحديد البشره. بالظبط كده، احنا في ايدنا بنحدد البشره بالكونتور. تمام. دي استخداماته فقط ولا احيانا مثلا بيكبر المناخير، بيصغر المناخير، بيكبر مثلا بالظبط، ما احنا بايدينا ان احنا نعمل كل حاجه بالكونتور. تمام. يعني الكونتور بيغير الملامح كامله. بالظبط كده. تمام. طيب ايه بقى اللي هو بيدي اضاءه في الوش؟ مثلا حد يقول لك ايه الهايلايتر مثلا بيدي اضاءه للوش، بيدي لمعه. بيدي اضاءه للوش ازاي؟ تمام. وهو عباره عن ايه اساسا؟ الهايلايتر دوت هو يعتبر ملمع كده، بيدي اضاءه للوش بعد الميك اب، ده اخر حاجه اصلا بيتحط خالص على البشره، ده الفينش بمعنى الكلمه. تمام. يعني ده اخر حاجه، اخر حاجه خالص. طب ده يتعمل على طول ولا شايفه ان ده فقط في المناسبات؟ في ناس بتحطه من غير اي حاجه خالص على بشرتها، اللي هي تدي لمعه لبشرتها، يعني مثلا ممكن ما تحطش اي ميك اب خالص وتحط مثلا الهايلايتر دوت على بشرتها، فبتحس ان هي حطت كده ميك اب خلاص. تمام. بتتكلمي كتير عن جوده الميك اب، شايفك كذا مره ذكرتي جوده الميك اب اهم حاجه، فعايز اعرف لو في بنت عايزه تروح تشتري ميك اب ازاي تعرف ان الميك اب ده بجوده عاليه او جوده رديئه؟ هو حضرتك مش اي حد هيشتري الميك اب بالجوده العاليه غير ان هو مثلا فاهم في الميك اب قوي، يعني مثلا ممكن تروح اي محل ممكن نقول لها ده اوريجينال وهو مش اوريجينال، هو كوبي ونفس العبوه من بره نفس الاوريجينال بالظبط، فممكن تاخد الحاجه وتيجي تستعملها ما اداش اللوك اللي هو بتاع الاوريجينال، ياكسد معاها يعمل معاها اي حاجه لان ده مش الاوريجينال. يعني مثلا تروح مكان تكون واثقه فيه وبتجيب منه على طول، دوت المكان اللي احنا بنجيب منه على طول اللي هو الاوريجينال، عارفين ان حاجته كلها اوريجينال ما عندوش اصلا كوبي. تمام. يعني انت بتقولي لاي امراه عايزه تجيب ميك اب ما تجيبيش ميك اب من اي مكان الا لما يكون المكان موثوق فيه لسبب بسيط، لان في الوقت ده انت مش هتعرفي تفرقي، لازم اللي يعرف يفرق الجوده بتاع الميك اب اذا كان اوريجينال او مغشوش تكون واحده محترفه بده. بالظبط كده. تمام. طبعا عشان الختام لو هتقولي كلمه اخيره او هتقولي نصيحه او هتقولي حاجه، معاكي الكاميرا، هتقولي ايه؟ انا حابه اشكر والدي ووالدتي ان هم شجعوني على الموضوع ده، وحابه اشكر جوزي ان هو ساعدني وخلاني اشتغل في المجال ده واطور من نفسي، وحابه اشكر صاحبتي حنان ديت بتساعدني واقفه معايا في كل حاجه ومش سايباني خالص. تمام. طيب لو هتقولي نصيحه لاي بنت هتقولي لها ايه؟ يعني هتقولي لها نصيحه في الميك اب هتقولي لها ايه؟ من ناحيه ايه بالظبط؟ من ناحيه استخدامات الميك اب، يعني هتقولي لها ايه بما انك انت محترفه في الميك اب؟ مش دايما اللي هي تحطه على طول، تحطه مثلا في المناسبات، مش دايما اللي هو كل يوم تحط الميك اب عشان بيهلك البشره. تمام. المتميزه الميك اب ارتست نرمين جمال حجازي، شرفت ونورت برنامج حلم حياه واحنا سعدنا جدا بيكي، لكن الوقت خلص جدا. بشكرك وشرفتينا وان شاء الله لنا حلقات قادمه باذن الله. شرف لي يا استاذ احمد. بشكرك جدا. اعزائي المشاهدين كنتم معنا في برنامج حلم حياه وانتظرونا في الحلقات القادمه. احلم بالحلم لمجرد حلم حياه.